يلا نعمل مع بعض فطيرة أحمد أمين، سهلة وسريعة جدا. ادهني صينية سمنة واركنيها دلوقتي، شغلي الفرن على درجة حرارة 200. كل 3 ورقات جلاش مع بعض، هناخد منهم ورقتين ونحط التالتة بالشكل ده بالعرض. هتحطي عليها الكاسترد وتتني عليها، تقفلي عليها كده وتدهني بالخليط اللي هقولك عليه. قفلي بقى عليها من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال وادهني بالخليط بتاعنا، وقفلي من فوق كده وقفلي من تحت. ما تدهنيش بقى الوش بالخليط ده، ادهنيه بسمنة سادة وحطي في الصينية. اللفة عملت لي 4 من دول. أنا عملت واحدة بفكرة تانية، حطيت فيها الكاسترد وعليه صوص كراميل، طلعت تحفة. غيري الحشوات وبدلي، ممكن تحطي صوص شوكليت، ممكن تحطي أي حاجة تعجبك. ودهنتها بقى كده، ما تنسيش تدهني الوش بالسمنة بس. دخلتها الفرن ربع ساعة من تحت، 5 دقايق الشواية، سقيتها شربات خفيف، هكتب لك مقاديره، ورشيت عليها سكر بودر وشوية فستق. وقدمي بقى بألف هنا، أسرع وأحلى حاجة حلوة ممكن تعمليها. وباي باي.